اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بلغنا جميعا رمضان يا رب. كل من قال آمين وكل من عمل لايك للفيديو يرزقه ربنا راحة البال ورزق حلال، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تفريزات رمضان من 5 فرخات بس. هنشوف ازاي حولناهم لأكتر من 10 وجبات مختلفة جاهزة على التسوية على طول، وتنفع كمان في العزومات بجانب الأطباق الرئيسية. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان هتشوفي تنظيم هيوفر عليكي وقت ومجهود كبير جدا. قبل ما يدخل رمضان هتكوني خلصتي نص المشوار، هتدخلي المطبخ وانتي مش شايله هم هناكل ايه النهارده ولا هنوضب فطار ايه النهارده. كل حاجه جاهزه معاكي على التسويه على طول، تتبيلات مظبوطه وتقطيع مظبوط وتنظيم يخليكي تدخلي المطبخ وانتي مرتاحة نفسيا، وبجد هتطلعي احلى وجبات. جبنا الفراخ متقطعة، ادي الوراك والصدور لوحدها مخلية وشلنا منها الأجنحة. طبعا هنستخدم كل جزء في الفرخة، مش هنسيب منه أي حاجة، حتى الهياكل أنا حطيتها في كيس على طول، مش هتبلها علشان أحطها للشوربة. ودي الكبد والقوانص. وهنبتدي بأول تتبيلة عندنا، ودي التتبيلة الطب بجد تحفة جدا وبتنقل معايا الفراخ في حتة تانية. البهارات بتاعتي بابريكا، كمون، توم باودر وبصل باودر، سنة قرفة، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، بهارات شوي، مجموعة من البهارات بتحطيها بردك اختياري، لو عايزة تحطي رشة جوز الطيب بردك بتبقى حلوة جدا. وبعدين هنحط عصير ليمونتين ونص كوباية من زيت الزيتون، بتخلي بردك الطعم حلو قوي احلى من الزيت العادي. تمام. وبعد كده نحط نص كوباية من الخل الابيض العادي. تمام. وبعدين هنجيب معلقتين من دبس الفلفل الحامي. الدبس ده بيخلي الطعم يعني حراق كده وطعمه لذيذ قوي. وهنحط بقى كوبايتين الزبادي عشان يطري معايا الانسجه ويخلي معايا التتبيله تخش كده في الفراخ وتخلي طعم الحاجات حلو قوي. خلي بالكوا دي التتبيله اللي هتنفع معايا لدبابيس الفراخ، وهتنفع للشيش، وهتنفع كمان للاجنحه بتاعه الفراخ. فانا هستخدمها في كذا حاجه، انا عامله كميه علشان هحط منها لكذا حاجه. دي التتبيله الاولانيه معايا. وهضيف كمان معلقتين من الصلصه، وحطيت معلقه من المستردة بس انا ما صورتهاش. هنقلبها كويس وهنركنها على جنب علشان نبتدي نشتغل بيها في معظم الفراخ اللي احنا مقطعينها النهارده. وما ننساش دايما طول ما احنا واقفين في المطبخ لساننا يكون رطب بذكر الله، نصلي على النبي ونذكر ربنا سبحانه وتعالى، استغفار وتسبيح وتهليل. طبعا دي ايام مفترجة، وخصوصا لو انت كمان في رمضان ومش عايزة تضيعي ولا ثانية هتاخدي اجر كبير جدا لو انت بتذكري ربنا وانت بتشتغلي. نخش على التتبيلة التانية، ونفس البهارات بتاعتي اللي انا استخدمتها اول مرة، بس هقلبها كده على الناشف علشان هاخد منها من غير اي اضافات كده. انا عايزة منها معلقتين استخدمهم في حاجات مختلفة. تمام. هنشوف مع بعض، كملي معايا للاخر وهتشوفي هنعمل بيهم ايه دلوقتي. هنقص منها معلقتين، كل معلقة في طبق علشان نستخدمها في الوصفات بتاعتنا. ادي معلقة وادي التانية. تمام. وبقية المكونات هنستخدمهم في الوصفة دي. معايا بصل وطماطم وروزماري وفلفل اخضر وفلفل احمر، هفرمهم كويس جدا في الكبة، وهاخد منهم التلت وهسيب التلتين زي ما هما. التلت دوت هخليه للكفتة. تمام. واحد الاطباق اللي انا عيناها دول هستخدمهم في تتبيل الكفتة. خلي بالكم لو تلاحظوا انا محطتش ملح خالص، ده بيكنج باودر وكوباية من البقسماط الناعم وسنة من الكربوناتو، وهنركنها على الجنب لان دي بتاعة الكفتة. هناخد بقى بقية البصل اللي انا فرماه وهنزل عليه بالبهارات بتاعتي الاساسية، وهنزل بردك بكوباية من الزبادي وهقلبهم كويس. ودي كده هتكون التتبيلة التانية بتاعتي، وهستخدمها في كذا وصفة من الوصفات بتاعتي برضك. يلا حبايبي نجدد نيتنا ان احنا بنعمل العمل دوت لوجه الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
ادي كده التتبيلات بتاعتي اللي انا عملتها. عندي الجافه، بهارات الجافه واللي هي بالبصل، وبتاعه الكفته والعاديه التانية اللي احنا شفناها. وهنشتغل اول حاجه في وراك الفراخ. هناخد الدبوس نفصله عن الصفحه، وهنخلي الدبابيس كلها مع بعضها، وهنعمل فيها فتحات كده زي ما انتوا شايفين، بحيث اخليها كل دبوس كده فيه 4 أو 5 فتحات، تبقى سهله معايا في التسويه. وادي الاجنحه، الدبابيس والاجنحه هشتغل فيهم بنفس التتبيله الناعمه اللي ما فيهاش بصل، اللي هي احنا عملناها اول حاجه. هنزل باول معلقتين من التتبيله بتاعتي، يعني كنت طبعا عملتها وركنتها في التلاجة لحد ما اجي اشتغل بيها على ما غسلت الفراخ. وهنزل بمعلقتين منها وهقلبها كويس جدا، وابتدي ارصها في الاطباق علشان ابتدي فرزن اول وصفه. دول 10 دبابيس، ال10 دبابيس هيطلعوا معايا طبقين، كل طبق فيه 5 دبابيس. طبعا لو انتي حابة تعملي توزعي بطريقة تانية، انتي بقى براحتك، كل حد على حسب عدد الافراد عنده، وعلى حسب برضك هو ممكن يكفي دبوس او دبوسين للفرد، على حسب انتي عايزة تعملي ايه. بس انا بفضل اخلي يعني كل حاجة كده، يعني كل 5 دبابيس و5 دبابيس. لو انا حبيت وقتها استخدم الطبقين تمام، حبيت استخدم طبق واحد برضك تمام. انتي ساعات بتبقي عايزة تعملي اكله كده على السريع وتحطي حته صغيره كده جنب الاكل، فدي بتمشي، وبرضك يبقى انت معاكي حريه الاختيار ان انت تطلعي زي ما انت عايزه. انا برص في اطباق فل كده، وبعدين بعد كده بغلف بالاسترتش. تاني حاجه هعملها هي دبابيس الفراخ، سوري، هي تبقى الاجنحه. وهبتدي برضك اعمل فيها فتحات كده بالعرض عشان تشرب من التتبيله، برضك لما اجي اطلعها كده تبقى على الشوي على طول، متاخدش معايا وقت في التسويه. وانا خلي بالكم ما حطيتش ملح خالص في اي من التتبيلات ديت غير بتاعه الكفته بس. فهنحط بقى ايه الملح لما اطلعها من الفريزر، هسيبها تفك وارش عليها حبه ملح كده، بتبقى جميله جدا وتشرب من الملح عادي، وبيبقى طعمها حلو قوي. انا حطيت هنا الاجنحه مكان الدبابيس، وقلبتها برضك، نزلت عليها بمعلقتين من التتبيله وقلبتها كويس جدا. هي هتشرب من التتبيله لان انا عامله فيها فتحات. وهرصها برضك في طبق. الاجنحه بقى حطيتها كلها في طبق واحد علشان اما اطلعها برضك تبقى ايه على مره واحده. تمام. بعد كده هاخد بقى معايا دي، خدت 5 من صفحات الوراك، 5 اخليتهم من العظم وخليتهم يبقى شيش، اللي هو الورك بدون الدبوس وبدون الجلد وبدون اي عظم. دول 5 قطع برضك، ودولت هيبقوا في طبق لوحدهم، وجبة تانية برضك معانا. تمام. احنا كده عملنا ما شاء الله عدد كبير من الوجبات. ادي طبقين دبابيس وطبق اجنحة وطبق شيش، احنا كل ده لسه في الوراك، وعملنا ما شاء الله 4 وجبات حلوين، ما بين الوجبة الحلوة وما بين اللي نص نص تقدري تحطيها كده في يوم بتقضيه. وطبعا الهياكل بتاعت الوراك اللي انا خليتها مليانه طبعا يعني حلوه خالص، تنفع ان انا احطها في شوربه او احطها تنفع كده جنب اي حاجه، مش هرميها، احطها كده لوحدها من غير برضك ما هتبلها وهسيبها على جنب. ادي كده اول 5 اطباق معايا ما شاء الله عليهم، حلوين جدا، هينفعوا معاكي جنب مكرونه، جنب رز، جنب اي حاجه، على صينيه بطاطس، تحفه بجد، طعمهم حلو قوي قوي قوي، وهيسدوا معاكي في رمضان. ويلا نشوف الوصفة التانية بتاعة الشوي. هناخد بقى ال5 صفحات بتوع الوراك التانيين اللي هما بالعظم، وهنبتدي نحط لهم بقى التتبيلة ام بصل اللي احنا عملناها، اللي فيها بصل وطماطم وفلفل. ودي برضك هتكون على صينية بطاطس، على شوي لوحدها، بتكون حلوة قوي. خلي بالكم انا جايبة الوراك كبيرة عشان لما اشيل الدبوس يبقى حلو، ولما اشيل الحتة دي لوحدها بتبقى حلوة برضك يعني حلوة. الفراخ ما شاء الله كانت اكتر من 2 كيلو ونص للفرخة، ما شاء الله مدية معايا كمية حلوة اقدر ان انا اقطع منها زي ما انا عايزة. كده وصلنا لايه، ان احنا خلاص قربنا نخلص تفريز الوراك والاجنحة والكبد والقوانص، هعملها بنفس الخلطة ديت. ولو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تعملي
اللايك الجميل من ايديك الحلوة، لان بجد انا تعبت جدا جدا عشان اعمل الفيديو ده. عايزة اقولك ان انا كنت شغالة كده لحد الساعة 4 الفجر واقفة بصور علشان اطلع لكم بجد الانتاج ده. فما تبخليش عليا بلايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وهعمل لكم ان شاء الله كمان مجموعة من تفريزات رمضان تاني في كذا حاجة، وهنعمل برضك بقية وصفات للفراخ كمان مرة. فما تبخليش عليا بلايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة بظهر الغيب من قلبك. وكمان مرة يلا نجدد نيتنا ونذكر ربنا سبحانه وتعالى طول ما احنا شغالين عشان ناخد ثواب واحنا في المطبخ. تمام كده احنا عملنا 5 وراك، هنحطهم طبعا في الاطباق. انا برضك بحب احط الحاجة مفرودة، يعني اطلع بعدد ما انا عايزة، لان انا اوقات بكون يعني في عدد قليل اللي هياكل، فما بحبش احط الحاجة مرة واحدة احضر بعد كده ونطلعها. انا هنا حطيت 3 وفي الطبق التاني هحط 2 بس، دول يعتبروا كده وجبة واحدة مش هنعدها علشان نكون صراحة مع بعض، مش هعدهم وجبتين، يعني دول كده مش هيتعدوا وجبتين، دول بيتعدوا وجبة واحدة اللي هي 5 وراك. تمام كده خلصنا كده وصفات الوراك. هنخش بقى بعد كده نشوف ايه اللي بعده. ادي الكبد والقوانص بتاعتي، هاخد لها من نفس التتبيله اللي فيها البصل، ودي بتسهل عليا ان انا لما اجي اشوحها ما اقعدش احمر في البصل، هحمر كله طبعا مع بعضه القوانص وبعدين الكبد. وهنبقى انزل لكم طريقتها، بجد بيبقى ليها طريقه تانية تحفه بالفلفل الاحمر. حتى وانا بفرزنها هحط عليها قرن فلفل كده احتياطي لما يكونش عندي وقتها ايه هريسه او فلفل احمر او كده، لان هي بتبقى حلوه قوي 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 بهريسه الفلفل الاحمر او قرن فلفل احمر تدقيه وقتها كده مع الايه مع الثوم. تمام كده ادي الكبد والقوانص، ادي كمان وجبه. شوفي ما شاء الله احنا عملنا لحد دلوقتي عدد كبير جدا من الوجبات، ومع ان لسه ما اشتغلناش خالص في صدور الفراخ، لسه ما فتحناش صدور الفراخ وبدأنا نقطعها ونعمل منها وجبات. احنا دلوقتي كل ده شغالين في الوراك والهياكل والكبد والقوانص. تعالوا بقى لما نشوف هنعمل ايه بالصدور. هنعمل منها طبعا شغل عالي واحلى شغل معانا في صدور الفراخ. هنبتدي طبعا هاخد هما دلوقتي دولت كده 5 قطع، 5 فرخات يعني، فمعايا 5 صدور. تمام هعمل كذا وصفة. اول حاجة هطلع اللي هي الموزة دي اللي بتبقى رفيعة دي، عشان دي بتبقى حلوة قوي في الاستريبس. وبعد كده هبتدي اشتغل بقى في الصدور. اول حاجة هاخد الصدر كده وافتحه من فوق كده، احاول ان انا اطلع شرايح بانيه رفيعة علشان ابتدي اعمل منها اول وصفة عندي. عايزة اخد لها كمية هي الكوردن بلو. انا عايزه اطلع دلوقتي شرايح رقيقه كده عشان لما ادقها وابططها وتبقى حلوه معايا في لف الكوردن بلو. ودي الكميه اللي انا اخدتها. انا اخدت 3 صدور طلعت منهم 3 وصفات بس، علشان اخد الحتت الرفيعه احطها مع الستريبس، واخد الحتت العريضه اللي على بعضها دي هدقها كده وهستخدمها في الكوردن بلو، والباقي هستخدمه في الكفته. تمام همسكها كده ادقها كويس قوي بالسكينه بظهر السكينه، او اللي عنده دقاقه اللي بتدق طبعا هتبقى احسن بكتير وتوفر عليكي، بس انا بتاعتي ما كانتش شغاله كانت انكسرت، فانا استخدمت ظهر السكينه. قعدت ادق كده على صدر الفرخه على الشريحه الرفيعه اللي احنا عملناها علشان تتبطط معايا وتتفرد بقدر المستطاع وما تبقاش سميكه في الشغل وانا شغاله بيها. مهم جدا موضوع ان انا ادق الفراخ كده علشان تستوي معايا كمان، لان هي لو فضلت زي ما هي مش هتستوي، لانها لما بتتلف رول بتحتاج تستوي كويس من جوه. تمام هاخد بقى البهارات الناشفه اللي انا كنت عيناها على جنب اللي هي معلهاش اي اضافات، وهبتدي ارش على قطعه الفراخ كده وهدقها كمان مره، وما تخليش اي حاجه تعطلك. حاولي تستخدمي الامكانيات اللي عندك وابدأي وما تخافيش. انا جايبه لانشون فراخ عادي وجايبه جبنه شيدر عادي برضك، علشان ده اللي كان موجود قدامي ساعتها عشان ما فيش حاجه تعطلني. هبتدي الف الكوردن بلو، الف الحشوه الاول وبعد كده الفها في قطعه او شريحه الفراخ اللي انا دقيتها
بطريقة عادية خالص اهيت. هلفها كويس وبعد كده هركنها على جنب وادخلها الفريزر نص ساعة لحد ما اخلص شغل في بقية الفراخ، تكون مسكت كويس نفسها كده واتمسكت، عشان لما اجي انزلها في البيض والبقسماط ما تفكش مني. انا هعمل الكمية كلها وهحطها في طبق في الفريزر لحد ما اخلص كل الكمية وارجع استخدمها تاني او ارجع اشتغل فيها تاني. تمام. وهنعمل كمان واحدة مع بعض. خلي بالك انا شغالة على كيس تلاجة عادي فتحاه وحطاه قدامي علشان اسهل على نفسي ان انا وانا بلف الكوردون بلو. هخلص كل الكمية وحطيتها في التلاجة نص ساعة زي ما قلتلك، بس انا وانا بحط الفيديو على بعضه جبته ورا بعضه عشان نخلص من موضوع الكوردون بلو. هنزل في الدقيق وبعد كده هنزل في البيض وبعدين في البقسماط. كل واحدة كده هغلفها كويس بالدقيق وبعدين انزل فيها في البيض وبعدين في البقسماط، وبرجع اعملها كمان مرة دقيق وبيض بالبقسماط عشان تبقى معايا الكفر ماسك نفسه ويبقى يعني مقرمش ولذيذ. خلصتها كلها ورصيتها بردك في الاطباق. حطيت طلعوا بالظبط معايا، طلعوا كل طبق فيه 5 قطع، وبردك زي ما قلتلك اختياري زي ما انت عايزه تحطي في طبقين في 3 على حسب عدد افراد اسرتك. بس ما شاء الله القطعه حلوه قوي. ودي قطع الاستريبس، الحتت اللي احنا خدناها الموزه بتاعه الفرخه مع حتت كمان رفيعه قطعناها من بواقي الكوردون بلو. دي كده وصفتين، اول وصفتين من الصدور، ودي هنحط لها معلقتين من التتبيله بتاعه البصل والطماطم والخضار، هنغلفها بيها كده علشان بردك هنعملها بالبيض وبالبقسماط زي الكوردون بلو. هنحط البيض بقى، بس انا هنا عشان هي شرايح رفيعه حطيت البيض عليها وبرجع انزلها في الدقيق وبعدين البقسماط، وبيطلع معايا كفر حلو قوي قوي وبيطلع طعمه تحفه. جربيها بجد هتنفعك جدا جدا جدا. دي كده الاستريبس. تمام. بعد كده هشتغل في ده بقى خدنا صدرين يعني اللي هو الصدر الرابع، وهنعمل منه شيش صدور. وانا كنت عيناله معلقتين من التتبيله الناعمه بتاعتي اللي كانت في الاول، وده هيبقى بجد بردك حلوة قوي. بس انا بعينه كده، والخضار يفضل ان هو يكون فريش، وقتها باخده بحطه في السياخ وبحط معاه الخضار. كده احنا وصلنا ل4 صدور من الفراخ استخدمناهم، بس في 3 قطعناهم مرة واحدة مع بعض، عملنا منهم الستريبس وعملنا منهم الكوردون بلو، والباقي عيناه على جنب عبارة عن قطع رفيعة هستخدمها في الكفتة علشان هو يعني هتتفرم معايا كده كده هتتفرم معايا. تمام. ادي كده 4 وصفات حلوة محترمة جدا من صدور الدجاج. خلاص، لو وصلت لحد هنا بردك مش هفكرك باللايك والشير والسبسكرايب والتعليق الحلو، تقوليلي عايزة ايه تاني بعد كده. ادي هو بقية الصدر اللي انا قلتلكوا عليه هنفرمه وهنعمل بقى وصفة الكفتة. تمام. ادي الفراخ بعد ما فرمناها هننزل بيها في بولة غويطة كده، وهننزل بقى طبعا بالوصفة اللي احنا جهزناها في الاول او التتبيلة اللي احنا جهزناها في الاول، اللي هي كانت عبارة عن بصل مفروم مع طماطم مع فلفل، وحطينا عليها كوباية من البقسماط الناعم، وحطينا عليها معلقة من البيكنج باودر، وحطينا عليها سنة من الكربوناتو. وهنبتدي بقى نعجنها كويس جدا علشان تتجانس مع بعضها. وانا حطيت ملح، وهبتدي بقى واحط كمان الكزبرة اساسي في الكفتة. الكزبرة الناعمة انا مقطعاها رفيعة خالص علشان تتهرس، وحطيت حبة من زيت الزيتون بردك علشان خلي بالكوا الفراخ ما فيهاش اي دهون، فعشان الكفتة بتحب تبقى بتلمع كده، وانا بصبحها بردك هصبحها بزيت علشان تبقى ملسة معايا. ادي كده عجنتها كويس قوي، وبردك مش هقف، ما عنديش عصيان الشيش فمش هقف عليها، وهبتدي اصبحها على مقوره عادي من اللي انا بقور بيها البتنجان. غسلتها وبديت اعمل عليها صوابع الكفته، واضغطها كده كويس واسحبها بالراحه من على المقوار وارصها في الاطباق، وارجع اسويها تاني بايديا كده
واحطها في الاطباق. ما شاء الله الوصفه دي بقى طلعت معايا طبقين حلوين قوي من الكفته، طلعت معايا كميه حلوه ما شاء الله، رمت معايا كتير، طلعت لي حبه حلوين. دي كده كانت الكفته اللي احنا عملناها المره دي، وبجد طعمها حلو قوي قوي قوي. الخلطه دي بالمكونات دي بتديني طعم للكفته بجد حلو جدا. جربيها وادعيلي، جربي الكفته بالطريقه دي وادعيلي. تمام، دي كده شكل الكفته بعد ما صبعناها. يعني قفلي كده زي ما انت عايزه وظبطي، وهتطلع لك الكميه المحترمه دي. ادي الطبقين اللي طلعوا لي بعد ما عملت الكفته. لو كانت بجد الوصفه دي عجبتك قولي لي رايك في التعليقات، وقولي لي برضك اي كومنت انت عايزه تقوليه. هنرجع للستريبس تاني. احنا كنا نقعناه، عملناه بقى بالبيض وبالبقسماط وتبلناه ورصيناه برضك كده في طبق. عملت الستريبس في طبق لوحده. وصراحه بقى الصدر الخامس احنا كلناه عشان ما عملتوش في وصفه وما صورتوش، ما لحقتش، فاحنا كلناه. فالمره الجايه بقى ان شاء الله اصور لكم تاني وصفات جديده. يلا لايك وشير وسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوه، وقولوا لي عايزين تفريزات ايه تاني للمره الجايه. وبجد بجد من قلبي ربنا يقوي كل وربة بيت واي ست عامله. بجد لازم تساعدي نفسك في رمضان وتدخلي وانتي مرتاحه نفسيا ومريحه اعصابك، وحاطه شويه من التفريزات دي اللي هتسهل عليكي وهتوفر لك صحه ووقت، وتخليكي شايفه الدنيا حلوه وما تتعبيشي ولا تفكري كتير. وبكده نكون خلصنا فيديو تفريزات الفراخ بتاع رمضان. ورمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.